بيان للرأي العام. لطالما كانت شعلة نوروز عبر التاريخ إشارة ترمز لنهاية الظلم والطغيان والاستبداد والعبودية، وبداية لحياة خالية من القيود والأغلال التي حطمت بالدم، ورمزا للحرية لدى الشعب الكردي. نوروز عام 2023 لم يختلف عن الأعوام المنصرمة سوى بتغيير أسماء الجنات، ففيما سبق كان أعداء الشعب الكردي يبرع في استخدام شتى السبل لوأد شعلة نوروز، والآن تركيا والفصائل المسلحة التابعة لها ففي مدينة جنديرس المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها، والتي لم يشفع لها دمارها شبه الكامل بالزلزال الأخير الذي عصف بالمدينة وسواها بالأرض، بأن تكف الفصائل التابعة لتركيا عن تضييق الخناق على الأهالي في مناسبة تمس وجودهم كمكون يعيش على أرضه التاريخية، حيث قام شباب من أهل جنديرس ليلة النوروز بإشعال النار احتفالا بقدوم النوروز، ما دفع عناصر إحدى الفصائل العسكرية التابعة للاحتلال التركي يسمى جيش الشرقية بفتح النيران الرشاشات على المدنيين العزل الذين كانوا يوقدون شعلة نوروز المباركة. نتج عنه 4 شهداء و3 أشقاء وابن لأحدهم قتلوا بالرصاص، وعدد من الجرحى من عائلة البيشمرك الوطنية. واختلطت أضواء شموع نوروز بدماء شهداء جنديرس لتضاف هذه المجزرة لسلسلة الانتهاكات شبه اليومية التي تقترفها تركيا والفصائل المسلحة التابعة لها في عفرين، والتي بدأت فور دخول هذه الفصائل لمدينة عفرين الكردية قبل 5 سنوات وقيامهم بتدمير تمثال كاوى الحداد وشعلة النوروز بيده، هذا التمثال الذي يعتبر رمزا للنوروز. وبقيامهم بهذا الفعل بدأت محاربتهم لهذا العيد القومي للشعب الكردي الذي الاحتفال به حق من حقوقه القومية والثقافية حسب القوانين الدولية. فحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة الثانية منه التي تنص على يحق لكل فرد التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوصة في الإعلان دون تمييز من أي نوع مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي. علاوة على ذلك لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القضائي أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء كان مستقلا أو تحت وصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو خاضعا لأي قيود أخرى على السيادة. وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة الثانية منه تنص على تعهد الدول على جعل ممارسة الحقوق المنصوصة عليها في العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق أو اللغة أو الرأي السياسي أو الأصل القومي. وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة الثانية منه تنص على تتعهد كل دول باحترام حقوق جميع الأفراد الداخلين في ولايتها دون تمييز بسبب العرق أو اللغة أو الرأي السياسي أو الأصل القومي. والمادة 20 منه تنص على أن تحظر بالقانون أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف. إننا في لجنة توثيق الانتهاكات في شمال شرق سوريا نحذر من محاولة تحريف المسؤولية القانونية لهذه الجريمة وإلصاقها ببضعة قتلى ينتمون لإحدى الفصائل المرتزقة، لأن تركيا هي التي سمحت لهؤلاء المرتزقة بإساءة معاملة الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم وانتهاك حقوقهم وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحقهم، والذي يعتبر انتهاك للقانون الدولي الإنساني. ونحذر في القانون في الوقت ذاته وفي هذا الصدد من بيانات التبرؤ والإدانة التي أصدرتها بعض الفصائل ما يسمى الجيش الوطني في محاولة مفضوحة للتنصل من مسؤولياتها. فكل هذه البيانات ما هي إلا محاولة لطمس حقيقة أن تركيا وكافة الفصائل والمؤسسات التابعة لها في الشمال السوري ضالعة في الجريمة بشكل لا يقبل الشك، فهي جريمة ذات بعد قانوني سياسي يتصل بالاحتلال التركي وضرورة إنهائه وتصفية آثاره، وهي تدل على العقلية والفكر الإجرامي وتنتهج نهج التطرف. وإن استمرار الاحتلال التركي لمناطق الشمال السوري يعني استمرار دوامة العنف والإرهاب والمزيد من الجرائم والانتهاكات وتحويل هذه المناطق إلى حاضنة للمجموعات الإرهابية وملاذا آمنا لهم. ونناشد في لجنة توثيق الانتهاكات المجتمع الدولي ومجلس الأمن وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية أن تقوم بواجبها الإنساني والقانوني والأخلاقي تجاه ما يجري في عفرين، ومحاسبة المسؤولين عن كافة جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والتغيير الديموغرافي الذي تمارسه الدولة التركية والفصائل التابعة لها، وضمان العودة الآمنة لسكانها الأصليين والإفراج عن جميع المختطفين في سجونهم من بينهم النساء والأطفال، وإنهاء الاحتلال التركي. المجد والخلود لشهداء جنديرس. شعلة نوروز لن تطفأ البتة. لجنة توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا.